تعالي اقولك ازاي تعملي احلى صينية تزيني بيها سفرتك بمشيئة الله في رمضان، وازاي الصينية الحلوة دي تطلع بتنطق معاكي زي ما بيقولوا. طعمها وريحتها بيكونوا مفحفحين، واللحمة بتكون دايبة، والبطاطس كده والشوكة نازلة من عليها ولا المعلقة تكون دايبة كده وسايحة ونايحة زي ما انت شايفة. شوية رز ابيض جنبها ولا رز بشعرية، في كل الحالات بتكون حاجة خرافية. معلقتين حلوين من الزيت ومعلقتين من الزبدة، واستني لما يقدحوا كده هو يسخنوا كويس جدا زي ما انت شايفة. انزلي بكمية اللحمة بتاعتك واديها الصدمة التمام، النار عالية زي ما انت شايفة وما توطيش النار. ما تستعجليش على تقليبها تقليب اللحمة. اصبري كده لما تاخد اللون البني الحلو اللي انت شايفاه ده، اللي هو لون التشويحة الحلوة بتاعت اللحمة. نص معلقة من الفلفل الاسود المطحون، وهنبدأ ان احنا نشوح اللحمة على الجنبين لحد ما كلها تاخد نفس اللون. بسباتيولا هنبدأ نقلب كده تقلبتين حلوين لحد ما اللحمة كلها تشمي ريحة رهيبة جدا. تحطيش في المرحلة الأولانية إلا نص معلقة من الفلفل الأسود. حطيت كمان ورقتين من اللورة، ونص معلقة من الحبهان، عليها قرنفل، عليها كوبيبة صيني، ودوت اللي بيفحفح لي صينية البطاطس. قلبي وشوحي التوابل الحلوة كلها كده اهو. وحطيت هنا بصلاية مفرومة ناعم على الجمال ده كله، وابتديت اشوح البصل كويس. واخر حاجة من الحاجات اللي انا هحطها هم 4 فصوص من الثوم المهروسين، وما يكونوش كبار قوي. بعد ما شوحت الثوم والبصل مع اللحمة الحلوة دي، نزلت بعصير حوالي كوباية ونص من عصير الطماطم، مضاف ليهم معلقة صغيرة من البابريكا. وحطيت كمان عليهم كوبايتين تقريبا من المية، عشان عايزة اللحمة تستوي بنسبة 95%. هسيب اللحمة بقى تستوي براحتها خالص زي ما قلتلك، يعني عايزاها تبقى ايه، باقي حاجة بسيطة جدا على السوا بتاعتها. قطعت البطاطس زي ما انتوا شفتوا كده اهو، تقطيعة تبقى سميكة شوية. وهنا جبت بصلتين متوسطين الحجم كده، فرمتهم ناعم، وحطيت عليهم معلقة صغيرة من الملح، نص معلقة صغيرة من الكمون، معلقة مليانة من الكزبرة الناشفة، نص معلقة من الفلفل الأسود، ومعلقة من البابريكا. ممكن تحطي ال7 بهارات، بس أنا بصراحة حبيت إن الحاجات الحلوة دي تكون بهارات بسيطة جدا. حطيت كمان فصين من التوم، وابتديت إن أنا أدعك الجمال ده كله دعكة حلوة بإيديا. ذكر النهاردة لا إله إلا الله، طول فيديو بعد فيديو فضلي قولي لا إله إلا الله. حطي البطاطس الحلوة بقى كده مع حوالي 3 4 قرون من الفلفل مقطعين زي ما انتي شايفة. هنبدأ نقلب بقى الخليط الحلو ده كده. اللحمة اللهم بارك استوت عندي بنسبة 95%. هنجيب اللحمة كده ونحطها على الوش، وادي بقى الصلصة الخطيرة دي. بصوا الصلصة سميكة ازاي. طبعا انتي بتخليها تغلي غلوتين، وتوطي عليها شوية، خلي اللحمة تستوي براحتها. دخلتها الفرن، طبعا البطاطس مش مستوية خالص، على درجة حرارة 200، بتقعد من ساعة الا ربع الساعة لحد ما البطاطس تدخلي كده فيها المعلقة تكون استوت تماما. لو انتي وصلتي لحد هنا، ما تنسيش تقولي ذكر النهارده لا اله الا الله. يلا اعملي البطاطس دي واحتفظي بالفيديو ده عندك لرمضان، وما تنسيش ذكر النهارده لا اله الا الله، وما تنسيش اللايك. شكرا ليكم والسلام عليكم.